السلام عليكم شباب. اليوم حبينا نصور لكم فيديو من المحمية اللي فوق اللي عنده بالسطح. طبعا هذا السطح مالتنا، هاي المحمية مقابلكم بها طيور الحب وهنفخاتي. وهاي المحمية الثانية اللي فوق السطح. طبعا انا ابد ما مصورها اللي فوق السطح، هاي اول مرة اصورها، فحبينا نشوفكم اياها. طبعا هاي المحمية اللي هي هسه انا بيها بس فناجس، هذا ابو خد يسمونه، خد مالته يصير وردي. ما مخلي بيها اي نوعيات ثانية بس الفناجس. طبعا خليت الاعشاش مالتهن بكواخة جزء وجزء بسلات، ولين عددهن هواي جبتلهن هاي السنادين. والله مو جبتهن، عندي زايدات يعني بالبيت مثل ما جاي يشوفون. هاي السندانة تندق بشكل جانبي بالخشب. طبعا هذا خشب انا مسويه معاكس. طبعا هي المحمية كلها من خشب، اذا جاي تشوفون السقف مالتها وهنا عندي جدار، عندي الحائط ناصي تقريبا متر وربع. رفعت المحمية الظهر مالتها تقريبا صارت مترتين مثل ما جاي يشوفون، يعني يطب بها الانسان على طوله، حتى واحد ياخذ بيها حريته يعني ما يدنك. فسويت الظهر مالتها كلها خشب. فاستخدمت لكم هاي الاكواخة، استخدمت هاي السلات مثل ما جاي يشوفوها البيض، واضافة الى هذا السنادين. هاي اللي عندكم بالبيت هم تزود ممكن من الشتلات، من الشتوها بالارض تزود، خليتها. فالحمد لله يعني لما بيها. اذا تشوفون كل السنادين الموجودة هنا كلها لامات بيهن اعشاش. طبعا انا ما صار لي هواي من فتحت المحمية، تقريبا قبل شهر بديت، يعني كانت هي محمية قديمة فلشتها وبنيتها من جديد. هاي تشوفوها قدامكم، وتقريبا صار لها شهر هاي المحمية، مو هواي يعني. فبدأني يلمن هاي السلات وهاي السنادين مثل ما جاي تشوفوها. هاي البيضة هنا قبل لا تنعش، بيضة هنا. هاي هنا ما شاء الله بيضات هواي. تقريبا 10 بيضات هيج، 7 بيضات. هاي هنا خير من الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي طبعا هاي بعد ما بيضات بس لامات عش. هاي السلات هاي النوعيات هم جيدة يعني للحمام الماسي، للفناجس ايضا يحبنها. هاي هم لامات بيها بعد ما بيضات. طبعا اكو سنادين داقن بشكل غلط، اذا تشوفوها هسه من الآية داقها بشكل يعني افقي، المفروض هي تصير هيجي. هذا الشكل مالتها الصحيح يعني كانت هي هيج، المفروض هيك تصير لي فوق حتى تثبت بيها البيض من يبيضا. الشي الثاني هاي الطيور مثل ما جاي تشوفوها. هاي كلهن لامات بيهن اعشاش.
إذا عندكم شباب أي أسئلة أو استفسارات، طبعا المحمية كلها مغطية بالنايلون اللي قلت لكم فوق السطح. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات اتركوها بالتعليقات. شباب ما تنسون همتكم باللايكات والاشتراك بالقناة. تحياتي لكم.